ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب أن أسألكم، الخلافة الراشدة ستأتي وهذا وعد من الله تعالى، لكن هل الخلافة الراشدة القادمة هي نفس الخلافة الراشدة السابقة؟ طبعا الإسلام نفسه سيبقى صافيا وسيعود صافيا. نعم، ستمر فترات يكون فيها الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يعني بمعنى أنه أقلية، لكنه في النهاية سينتصر أيضا. هذا وعد من الله تعالى. كلامي هنا عن الخلافة وليس عن الإسلام. الإسلام سيبقى صافيا. الخلافة أولا نريد أن نؤصل أنها ليست مفهوما بمعنى الخلافة الإلهية، يعني الدولة الدينية الثيوقراطية. الخلافة الحكم هذا ليس نيابة عن الله سبحانه وتعالى. هذا الخليفة يجتهد ويصيب ويخطئ، وواجبنا أن نطيعه ما أطاع الله تعالى، وإذا عصى الله تعالى ورسوله لا طاعة له. هذه مفاهيم رئيسية مفهومة ومعروفة أصلها الخلفاء الراشدون في تطبيقهم بعد أن أصلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا جميعا. وأيضا أريد أن أؤصل أننا لا نحتاج اليوم إلى البطل المخلص الذي لن تنهض الأمة إلا به. بعض الناس ينتظر المهدي المنتظر، ولا متى يأتي صلاح الدين. الله يخليكم، عندما نصلح أحوالنا وعندما نستقيم كأمة سينبع من بيننا من يقودنا بإرادتنا وبتعاوننا معه. وأيضا نتذكر أن مصطلح الخليفة هذا ليس مصطلح واجب وملزم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما سمى نفسه خليفة، كان أبو بكر خليفة رضي الله عنهم أجمعين، وبعدها صار أمير المؤمنين، وممكن اليوم يكون أمير أو رئيس. فهذه مصطلحات قابلة للتغير. وأيضا أحب أن أؤكد أن الخلافة الراشدة نقصد بها الحضارة الراشدة وليس المصطلح السياسي للخلافة. حتى نفهم الخلافة الراشدة القادمة وما فرقها عن السابقة لابد أن نحدد ما هي الثوابت وما هي المتغيرات. أما الثوابت فواضحة، أولا أصول العقيدة، أركان الإيمان، وأيضا أركان الإسلام، وليس الفروع في العقيدة وليس الفروع في الإسلام. أيضا أصول الأخلاق ليس الشبهات. نتكلم هنا عن الرحمة، نصرة المظلوم، العدالة، المساواة، الحرية، اختيار الناس لحاكمهم. هذه أصول. أيضا أصول السياسة ويدخل فيها اختيار الحاكم والشورى والعدل والحرية وأمثالها. يدخل أيضا في الثوابت الأحكام المجمع عليها، اللي عليها إجماع، التي عليها اختلاف. هذه كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه. وبالتالي يجب الالتزام بهذه الأصول وإلا يميع الدين. بعض الناس يحاول أن يميع حتى هذا، ما يعود لنا دين. هذه ثوابت يجب أن نلتزم بها. أما المتغيرات فشكل الحكم، يكون عندنا دستور، فصل بين السلطات، برلمان يشرع في غير ما ألزمنا به الله تعالى، نظام انتخابي، غير هذه أشكال قابلة أن نتبنى منها ما وصلت إليه البشرية وأعلى ما وصلت إليه البشرية. أيضا الوحدة ليس بالطريقة القديمة، ممكن تتغير ويصبح وحدة على قضايا رئيسية، على البرلمان الخارجي وعلى الدفاع المشترك وعلى المالية المشتركة وعلى فتح الحدود. شكل بسيط من الوحدة، وليس بالضرورة أن يكون هناك خليفة ثابت يعيش بيننا إلى أن يموت. ممكن هذا الخليفة يتبدل. أيضا اليوم التقنية غيرتنا، نظام الأدوات الاقتصاد تغيرت، تطوير الأحكام الاجتماعية بغير الثوابت جائز ويجب أن نفعله بما ينصف المرأة أكثر ويحفظ حقوق الأطفال وغيرها. إعادة الفتاوى، كل الفتاوى،
بفهم عميق لمقاصد الشريعة وبمقاصد الإنسانية، ونستطيع أن نستفيد من الحضارات بشرط ألا نمس الثوابت المجمع عليها والمتفق عليها. إذن يجب أن نحدد هذه الثوابت ونتمسك بها ولا ما يكون لنا دين، لكن يجب أن نطور الأدوات والمتغيرات ونغير الفتاوى بما يتناسب مع عصرنا، وهذا الذي فعل علماءنا في السابق ويجب أن نفعل اليوم لنصنع معا خلافة راشدة قادمة، وأنتم يا شباب الذين ستبنوها بإذن الله. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا